وفي يوم واحنا قاعدين سهرانين سوا مع بعض، لمحت ابني بيبص على أم صاحبه، وبيبص على أماكن معينة عندها زي ما كان صاحبه بيبص عليا بالظبط. وبصراحة هي كانت حلوة قوي، وكان كمان عندها إمكانيات عالية، يعني كانت جميلة. فأنا بصيت له كده وقلت له: الله، يبقى أنت وابني متفقين مع بعض على كل اللي بيحصل ده؟ قال لي: بصراحة انا وهو قعدنا واتكلمنا مع بعض واتفقنا ان احنا ازيكم عاملين ايه، يا رب تكونوا كويسين. هحكي لكم حكاية النهاردة وهستنى رأيكم، لو عجبتكم ما تنسوش بقى اللايك. ويلا بينا نبدأ الحكاية. صاحبة الحكاية النهاردة بتقول: انا مدام ايناس وعندي 40 سنة، بس اللي يشوفني يديني بالكتير 25 أو 26، لأن شكلي صغير ودايما مهتمية بنفسي وبشكلي وبلبسي وبمظهري عامة، فعشان كده دايما اللي يشوفني بيديني أقل من سني بكتير. بس للأسف أنا كنت متجوزة ودلوقتي أرملة، ومعشتش مع جوزي ده غير 3 سنين بس، هما 3 سنين بالظبط. وبعدها بدأ إن هو يتعب، وتعب جامد وتوفى. اتوفى وساب لي ابني كريم، كان وقتها عنده 2 سنين. ربيته وعشت ليه اب وام، ما كنتش حرماه من اي حاجه، ومرضتش ان انا اتجوز علشان ما اجيبلوش جوز ام، وقلت ان انا هعيش عشان خاطر ابني وبس. لان انا كمان كنت بنت وحيده، وابويا وامي توفوا وكانوا سايبين لي ورث، وكمان خدت ورث كتير من جوزي، فكان معايا فلوس كتير. انا وابني كنا عايشين عيشة كويسة ومرفهة، وما كانش ناقصنا اي حاجة. هو كنا دايما نخرج ونتفسح، وابني كمان كنت دايما بفسحه وبدلعه وبجيب له كل اللي نفسه فيه. وكمان كان بيسافر مع صحابه برا علشان ان هو يغير جو. احنا كنا عايشين في فيلا، وكان عندي عربية، وما كانش حد عايش معانا، كنت انا وهو بس. ولما بدأ ان هو يكبر بقى يسافر مع صحابه بالشهر ويسيبني لوحدي. كنت دايما بحس ان انا وحيدة وان انا ماليش حد. الفيلا كبيرة وطويلة وعريضة، ودايما بحس ان انا فيها لوحدي، ما احنا ملناش حد يسأل علينا ولا حد يجي يزورنا. علشان كده دايما احساس الوحدة ملازمني. انا اتقدم لي عرسان كتير وانا صغيرة، لكن انا كنت برفض عشان خاطر ابني، وتربية ابني كانت لهياني. ولحد دلوقتي برضو بيجيلي عرسان، بس الفترة دي بدأت كتير ان انا افكر في الموضوع، خصوصا لما ابني كبر. قلت اكيد مصيره في يوم هيكون ليه حياته ومراته وولاده، وانا ساعتها هكون لوحدي. علشان كده بدأت ان انا افكر في موضوع الجواز، وان انا اشوف لو اتقدم لي حد مناسب هوافق عليه واتجوز، لان انا حلوة وجميلة ولسه بيتقدم لي عرسان، بس انا اللي كنت برفض. وابني ده كان يعتبر برضه ملوش صحاب، ملوش غير صاحب واحد اسمه مصطفى. وصاحبه ده انا ما شفتوش غير بس مرة او مرتين، جه زارنا فيهم في الفيلا. وفي المرتين اللي انا شفته فيهم كنت دايما بحس بنظرات غريبة منه، والاقيه بيبص على اماكن معينة في جسمي ويبصلي من تحت لتحت. لكن انا ما كنتش بحط في دماغي وبقول يمكن يعني عشان لسه شاب، وانه يعني شايفني حلوة في عينيه. وتكرر الموضوع ده كذا مرة، وبقى مصطفى صاحب ابني كل يوم والتاني يجي عندنا ويسهر معانا. وفي يوم وهو سهران عندنا لقيته عمال يبصلي قوي، فانا قلتله: هو انت بتبصلي كده ليه؟ هو انا عاجبك؟ ده انت حتى من دور ابني. قالي: بصراحة يا طنط انت حلوة قوي وجميلة قوي كمان، انا بصراحة مش شايفك في السن ده خالص، ده انت حتى اللي يشوفك يقول ده انت اخت كريم مش مامته خالص. خدنا الموضوع ضحك كلنا وهزار، ومحطتش في دماغي. واحنا كنا قاعدين انا وهو وابني وبنتكلم، فانا بقوله: امال مامتك فين؟ وهو انت عندك اخوات ولا ما عندكش؟ وكنا يعني قاعدين نتكلم واسأله شوية كلام كده. لقيت ان هو زعل كده وحط وشه في الارض، وقال لي ان هو كان عنده اخت واحدة، لكن تعبت شوية وبعدها توفت، وان هو دلوقتي وحيد. قال لي: انا وحيد زي كريم بالظبط. قلت له: حبيبي معلش، انت وكريم اعتبروا نفسكم اخوات. قال لي: مش محتاجة توصيني طبعا يا طنط، احنا الاتنين اخوات من غير ما انت تقولي، وانا هبقى اجيب ماما برضو في يوم واجي ازوركم علشان ان انتوا تتعرفوا على بعض.
قلت له خلاص ماشي، علشان يعني اتعرف عليها وهي كمان تتعرف عليا ونكون صحاب زي ما انت وكريم صحاب. قال لي حاضر، بكرة ولا بعده هجيبها وهاجي. وبعد حوالي 3 ايام لقيته هو جاي وجايب مامته معاه علشان تزورنا. هو بصراحة حبيتها قوي، هي كانت حلوة ولبسها شيك، وبصراحة كانت عندها امكانيات عالية قوي. انا كنت مفكرة ان انا بس اللي عندي امكانيات حلوة وعالية كده، طلع ان في غيري كمان حلو وعنده امكانيات عالية كمان. وقعدنا وسهرنا مع بعض وقعدنا نتكلم وضحكنا وهزرنا وكمان اتعشينا مع بعض، وبصراحة كان يوم جميل. وبدأت الزيارات تكتر وكانوا دايما عندنا، كانوا كل يوم تقريبا بييجوا ونقعد ونسهر ونهزر، وساعات كمان كنا بنخرج مع بعض نغير جو، ما احنا خلاص بقينا عيلة واحدة. هو في يوم كنا سهرانين مع بعض والوقت اتأخر، ولمحت ابني عمال يبص على أم صاحبه على أماكن معينة كده يعني في جسمها، زي ما كان صاحبه بيبص عليا بالظبط. قلت يمكن يعني دي عادة أو حاجة كده في الشباب الأيام دي، وبيبصوا يعني على الحريم وكده وعلى المناطق اللي ظاهرة عندهم علشان يعني فترة المراهقة وكده. وبصراحة مرضتش ان انا اتكلم او احرج ابني خالص. وام صاحبه دي تقريبا من سني، وكانوا كل يوم ييجوا عندنا ونسهر، وايام كمان كانوا بيباتوا علشان هما كمان زينا ملهمش حد. والفيلا عندي واسعة وكبيرة، وهم علشان ظروفهم زينا فكنا بنعتبر بعض ان احنا عيلة واحدة. الفيلا عندي واسعة وفيها اوض كتير، ومفيش حد كان غيري انا وابني بس. علشان كده لما صاحب ابني وامه جم حسيت يعني البيت كده بقى له روح وحياة، وبقينا يعني عايشين مع بعض ومبسوطين، وحسيت ان احنا خلاص بقينا عيلة واحدة فعلا. هو في يوم واحنا قاعدين مع بعض انا وابني فبقوله على فكرة يا كريم، انا لمحتك وانت عمال تبص على ام صاحبك في اماكن كده معينة. وقتها اتكسف كده وحط وشه في الارض، وقلت له ما تقلقش، انا كمان يعني لاحظت ان صاحبك بيبص عليا هو كمان في اماكن معينة عندي. ما انتوا شكلوا بعض ونوعية واحدة. لقيت ابني بصلي كده وضحك واتكسف، ولقيته بيقولي اقولك على حاجة بصراحة يا ماما، انا هقولك انا بعتبرك زي واحد صاحبي وبفضفضلك، مش بعتبرك امي وخلاص. قلت له ايوه يا حبيبي، اعتبرني صاحبك واحكيلي كل حاجة وما تخبيش عليا خالص. قولي ايه رأيك فيها؟ قالي بصراحة يا ماما هي حلوة قوي وعندها امكانيات عالية وحلوة. قلت له ايوه هي جميلة، بس بصراحة كبيرة قوي عليك، وانت المفروض ان انت تتجوز واحدة من سنك، ما تزعلش مني يعني، بس هي كبيرة قوي عليك. قال لي ما هو مش بالسن يا ماما، الستات اللي في السن ده بتكون خبرة وبتعرف تحافظ على البيت اكتر من البنات الصغيرة. بصراحة اقتنعت بكلامه وبوجهة نظره، علشان انا كمان في نفس الاحساس، ونفسي ان صاحبه يعني يحس بيا وهو كمان يعتبرني مراته زي ما ابني بيعتبر مامة صاحبه. وعلشان كده تاني يوم لقيت صاحب ابني داخل عليا وبيقولي ايه رأيك نتجوز؟ قلت له على طول خبط لزق كده، وبعدين انت من سن ابني. قال لي عادي، وايه يعني فيها ايه؟ انا بصراحة معجب بيكي من زمان وبحبك، هو من اول ما شفتك وانا محتاج ان انا اتجوزك، انت الوحيدة اللي هتعرفي تبسطيني وتدلعيني عن البنت الصغيرة اللي هتكون متدلعة. بصيت له كده قلت له الله، ده انت وابني متفقين بقى، اصل كلامك نفس كلامه ليا بالظبط. قال لي بصراحة انا قعدت انا وهو واتكلمنا واتفقنا ان انا هتجوزك وهو هيتجوز ماما، لان ماما من ساعة ما بابا توفى وهي حاسة بوحدة، واحنا هنتجوزكم علشان ما تحسوش بالفراغ. قلت له وانا كمان من زمان وانا حاسة بالوحدة، لان انا كنت عايشة كل حياتي لابني علشان اكبره واعلمه واربيه. وفعلا وافقت وعرفت ان هو وابني متفقين وقاعدين مع بعض وكده ومتكلمين في الموضوع ده، وانا اخترت الحلال علشان ما اعملش حاجة حرام او حاجة غلط،
وتفكيري ما يودينيش لأي حاجة مش صح. علشان كده أنا فكرت في صاحب ابني. أي نعم هو من دور ابني، لكن أنا خفت على نفسي من الفتنة، وعلشان كده قررت إن أنا أختار الحلال. وأكيد أي واحدة في سني وعايشة لوحدها هتكون عارفة إحساسي وعارفة اللي أنا مريت بيه كله، وجربت الوحدة والحرمان اللي الواحدة بتحسهم لما يكون ما معهاش راجل، والحاجات الحلوة اللي بتحتاجها ان هي تكون موجودة وتعملها مع راجل يكون حنين ويكون بيحبها وبتحبه. يا ريت يا جماعة كل اللي سمع حكايتي يقول لي رأيه، وانا كده اتصرفت صح ولا اتصرفت غلط، وهل في يوم ممكن اندم ان انا اتجوزت صاحب ابني اللي هو من سن ابني، ولا الحياة هتمشي عادي؟ بالذات دلوقتي ان انا لما اتجوزت صاحب ابني وانا دلوقتي حامل منه. ايوه، ومحروجة ان انا اطلع، اللي هيشوفني وانا حامل في السن ده هيقول عليا ايه؟ يا ريت محدش يجرح فيا، وقوليلي رأيكم وانا هتقبل رأيكم ايا كان هو ايه. ولحد هنا تكون خلصت الحكاية. لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل حكاية جديدة.